هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق نحييكم ونقدم لحضراتكم بثا جديدا لهذا اليوم السبت 27 من يوليو لعام 2019. نستهل بثنا لهذا اليوم وكدأبنا بنشرة بأهم وآخر الأنباء، ثم نقدم لكم مقالا بعنوان الأجندة الخفية التي نفذها نظام أسمر في ظل انشغال الرأي العام الإريتري بالحرب الإريترية الأثيوبية الأخيرة. يلي ذلك قراءة لمقال بقلم الأستاذ أبو بكر صايغ بعنوان استحقاقات السلام واتفاقية الجزائر. بعد ذلك نقدم لكم مقالا آخر بعنوان نساء من بلادي بقلم الأستاذة جواهر محمد علي. وأخيرا قراءة لقصيدة الشاعر السوداني التجاني حسين دفع السيد بعنوان إريتريا يا جارة البحر. يتخلل فقرات برنامجنا لهذا اليوم فواصل غنائية من مكتبة الغناء الإريتري. نتمنى لكم متابعة طيبة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من إذاعة الوفاق الوطني الإريتري، وإليكم برامجنا لهذا اليوم السبت 27 من يوليو لعام 2019، ونستهلها بحصاد الأسبوع. متابعة طيبة نرجوها لكم. عناوين الحصاد: الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بإطلاق سراح البطرك الإريتري البابا أنطونيوس. اعتقال 40 لاجئا إريتريا على الأقل في مصر. زيارة وفد أثيوبي بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إلى إريتريا. كانت تلك عناوين الأخبار، وإليكم التفصيل من إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية. طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق سراح البابا أنطونيوس بصفة عاجلة، فقد ذكر نائب الرئيس الأمريكي مستر مايك بينس في كلمة ألقاها أمام وفود مؤتمر حرية الديانات. ذكر بالتحديد كل من إريتريا وموريتانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، وطالبهم بالتوقف عن انتهاك حقوق التدين في أراضيهم. وفي الشأن الإريتري ذكر فضيلة القديس أنطونيوس بالاسم والقابع رهن الحبس المنزلي في أسمرة. هذا وكانت المغنية هيلين برهاني قد تحدثت باقتضاب مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، وأخبرته بأنها قد تعرضت للسجن داخل حاوية حديدية لمدة 38 شهرا، وأنها أتت لواشنطن لتكون صوتا لمن لا صوت لهم داخل إريتريا. تفيد المعلومات الواردة من مصر باعتقال ما لا يقل عن 40 لاجئا إريتريا هناك، وكان الإريتريون يحتجون في ساحة مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة. كما ذكرت الأخبار بأن الشرطة المصرية تدخلت لتفريق المتظاهرين وصادرت أوراق إقاماتهم، ويخشى من إقدام الحكومة المصرية بطرد الإريتريين المعتقلين وترحيلهم إلى إريتريا. يتهم اللاجئون الإريتريون مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعدم الكفاءة والنزاهة في أعمالهم وبعرقلة مسيرة إجلائهم إلى بلد ثالث. قام الرئيس الأثيوبي الدكتور أبي أحمد والوفد المرافق له بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى إريتريا في الأسبوع الماضي، ولم يصدر بيان رسمي عن مهام زيارة الوفد الأثيوبي لإريتريا، ولكن المحللين السياسيين يتكهنون بأن الزيارة ربما تكون لإحياء حول العقد الشراكي بين إسياس وأبي أحمد وتقييم منجزات العقد خلال السنة الماضية.
وقد تجول الرئيس الإثيوبي في شوارع أسمرة مشيا على الأقدام، وقام بقيادة سيارة بنفسه لينوه إلى استتباب الأمن والأمان في ربع إريتريا. كانت تلك آخر فقراتنا لحصاد هذا الأسبوع. الأجندة الخفية التي نفذتها حكومة أسمرة خلال انشغال الرأي العام الإريتري بالحرب الأثيوبية الإريترية الأخيرة: تدمير البنية التحتية عبر عسكرة المجتمع الإريتري بأكمله. وبحجة مكافحة الإرهاب تم إغلاق المدارس التي كانت تدرس باللغة العربية وتغيير المناهج لتدريسها بلغة الأم. تنفيذ ممارسات إرهابية لإجبار التجار على مغادرة البلاد. تعليق بدء العمل بالدستور والاستمرار في حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد منذ صبيحة دخول الجبهة الشعبية لأسمرة. تصفية الخصوم السياسيين وصفهم بالخونة والزج بهم في السجون. البدء في تنفيذ قرارات عسكرية تقضي بالإعدام على كل من يخالف الأوامر في المؤسسة العسكرية، وخاصة في الجبهات الأمامية حيث قامت بإعدام المئات من الشباب دون أي وجه حق. نهب خيرات البلاد والشعب بحجة تسخيرها للحرب. تجميع أموال طائلة من المغتربين لتعويضهم بعد انتهاء الحرب، وذلك بمنحهم قطع سكنية بأسمرة تتولى مهمة بنائها شركات الجبهة الشعبية، وحتى اليوم والذين تم تسليمهم منازل يعدون على أصابع اليد. والغريب في الأمر، وبعد تشييد تلك المنازل امتنعت الحكومة من توصيل التيار الكهربائي فيها. المنع من البناء وإيقاف تراخيصها مما أدى إلى هروب عدد من المهندسين والمقاولين إلى خارج البلاد بمختلف السبل. تضييق الخناق على تجار القطاع الخاص وتجميد أرصدتهم في البنوك الإريترية، وخاصة التي أودعت بالعملة الصعبة. إيقاف الميزانيات القليلة التي كانت تعطى لإدارات الأقاليم، ومطالبة الإدارات بحشد الشعب لمواجهة عدوان وياني التجراي. التخطيط لتعطيل كافة مناحي الحياة بالبلاد بحجة الحرب مما أدى إلى توقف المشاريع الاستثمارية الخاصة وهروب عدد كبير من الكفاءات الوطنية. فرض قيود على حرية حركة المواطنين ومنعهم من السفر إلى الخارج، وشن حملات تجنيد واسعة النطاق لا تستثني أحدا حتى كبار السن. هيكلة المؤسسة العسكرية، وذلك بترقية قادة عسكريين بهدف تهميش دور قادة الجيش الإريتري الكبار تمهيدا للقضاء عليهم. ربط المؤسسة العسكرية بمكتب الرئيس والذي كانت كافة التوجيهات والقرارات العسكرية تصدر منه، وتهميش دور وزارة الدفاع بالكامل حتى بعد انتهاء الحرب وخلال فترة اللا سلم واللا حرب والتي امتدت لأكثر من 16 عاما. عزيزي المستمع، هذا هو القليل مما تم تنفيذه خلال فترة الحرب التي بدأت بمناشات حول قرية بادمة وانتهت بحرب شاملة بين إريتريا وأثيوبيا، ولم تنتهي تداعياتها على الشعب الإريتري حتى اليوم، والذي يتمثل بتفرد مجموعة معينة بحكم البلاد بالحديد والنار. استحقاقات السلام واتفاقية الجزائر. الحقيقة التي يجب التذكير بها دوما هي أن اتفاق الجزائر الذي تم توقيعه بين إريتريا وإثيوبيا في العام 2000 والابتسامات العريضة التي صاحبت ذلك الاتفاق كانت تخفي في طياتها عوامل إدامة عدم الاستقرار. إن العصابة الحاكمة في أسمرة لم تقبل بالجلوس لتوقيع اتفاقية الجزائر بقناعتها بأهمية السلام، بل لتفادي الانهيار الوشيك الذي كان يلوح في الأفق بتصدع الجبهة الداخلية إثر تصاعد الخلاف بين قيادات تاريخية للجبهة الشعبية وبين إسياس أفورقي، بعد أن عبرت تلك القيادات عن رفضها لطريقة إسياس في إدارة الحرب وتفرده المطلق بالسلطة. الاتفاق شكل فرصة ذهبية لإسياس ليقوم بتصفية كل المعارضين له بتهمة الخيانة العظمى لتخابرهم مع إثيوبيا وأمريكا، في حين أن الخيانة العظمى هو ما يقوم به سياسة اليوم من تحالف مع الأورومو والأمهرة وتحالف القوى الجنوبية الأثيوبية لضم إريتريا لإثيوبيا بحجة الفيدرالية بين دول القرن الإفريقي.
إن اتفاقية الجزائر التي وضعت حدا للحرب الحدودية المدمرة قد شهدت تنازلا من كلا الطرفين في عدة نقاط جوهرية وشديدة الحساسية، وهي: أولا، إثيوبيا وافقت مرغمة على أن يكون ترسيم الحدود بين البلدين وفقا للحدود الموروثة من عهد الاستعمار، وهو في الأساس مطلب إريتريا. ثانيا، انسحاب القوات الأثيوبية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل مايو من العام 1998. ثالثا، قبول إريتريا باقتطاع مساحة 25 كيلومتر من عمق الأراضي الإريترية لإقامة منطقة أمنية بين البلدين تتمركز فيها قوة دولية قدر عدد أفرادها ب4200 جندي. رابعا، قبول إريتريا بضرورة البحث عن أسباب النزاع والتحري في حوادث وقعت في 6 مايو من العام 1998 ويوليو وأغسطس من العام 1997 ترتبت على تلك الحرب أضرارا بالغة في الممتلكات كان المتضرر الأساسي منها الشعب الإريتري كافة، سواء من كان يعيش في داخل الوطن أو خارجه، وخاصة الإريتريين الذين كانوا يعيشون في إثيوبيا منذ عقود خلت، حيث تمت مصادرة ممتلكاتهم وطردهم عبر الحدود حفاة عراة. أيضا الإريتريين الذين شردوا ونزحوا من المناطق الحدودية المتاخمة لإثيوبيا وأحرقت قراهم ومزارعهم ونهبت ممتلكاتهم من قبل القوات الإثيوبية الغازية، وأيضا الذين نهبت ممتلكاتهم ومتاجرهم في كافة المدن الإريترية التي احتلتها القوات الأثيوبية خلال الجولة الثالثة من الحرب، بالإضافة إلى الآثار التي دمرت والقبور التي نبشت حقدا وكراهية. وكان الأمل في البند المتعلق بالتعويضات الذي يدعو إلى البحث في شأن الأضرار الناجمة عن النزاع الحدودي على الأفراد والمدن والمؤسسات التي أصابها الدمار بسبب الحرب، حيث حددت مدة 3 سنوات لإنجاز أعمال التعويضات. وبما أن التعويضات يتحملها الطرف الخاسر قانونيا وهي إثيوبيا، يجب التذكير بأن إثيوبيا ظلت تضع العراقيل أمام مفوضية التعويضات، بل وأوقفت عملها في إثيوبيا، وخاصة بعد صدور قرار محكمة لاهاي والذي نص بأحقية قرية بادمي لإريتريا. العصابة التي تحكم إريتريا اليوم تعمل من أجل مكافأة إثيوبيا على جرائمها ضد الشعب الإريتري عبر فتح الحدود والموانئ، ولا تبالي بترسيم الحدود ولا تطالب بالتعويضات للإريتريين المتضررين من تلك الحرب، وتبيع حقوق هؤلاء المتضررين تحت غطاء البحث عن السلام مع من أذاق الشعب الإريتري الويلات على مدار التاريخ. أهم الاستحقاقات التي جناها الإريتريون من اتفاقية الجزائر هي ترسيم الحدود، وهذا ما تم على الخرائط، بينما رفضت إثيوبيا وضع العلامات على الأرض، ثم بند التعويضات لمن تضررت ممتلكاتهم. وهذه الاستحقاقات غير قابلة للحوار أو التنازل عنها بحجة السلام. بقلم أبو بكر صايغ. من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. أعلناها ثورة في 61. نحن المشارق قد صعدناها، نحن المشارق قد صعدناها، نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، من أجل أنبى الأهداف، نحن العذاب. أعلناها ثورة في 61. قال العامل الأمة قد نمت طويلا، قال العامل
نبحث عن فجر جديد. شعب الذي سار على تكالب الأعداء، شعب الذي سار على تكالب الأعداء، شعب الذي سار في 61، شعب الذي سار في 61. لاح 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 على الأفق انتصاره المبين. قولوا معي لاح 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 على الأفق انتصاره المبين. ثورة في 61 أعلناه وأعلناه أعلناها. ثورة في 61. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقرأ لحضراتكم مقالة بعنوان نساء من بلادي بقلم الأستاذة جواهر محمد علي. مرحلة بداية الستينيات كان للمرأة في الريف دورا كبيرا، حيث كانت تستقبل المناضلين وتقوم بتجهيز طعام لهم، وأيضا كانت تقوم بدور عملية التسوق للمناضلين من المدن المجاورة والقيام بدور الاستطلاع. ثم تلت ذلك مرحلة الثلث الأخير من الستينيات، مرحلة التشكيلات والخلايا النسوية التي بدأت في السودان، وكانت تشمل جميع نساء إريتريا وعلى رأسهن زوجات المناضلين وبناتهم. ومن أبرز رموزها السيدة المناضلة فاطمة محموداي، والسيدة المناضلة نسريت كرار، والسيدة المناضلة خديجة حامد. وأيضا شهدت هذه المرحلة ابتعاثا أول مجموعة للتطبيب إلى بغداد، وكانت تتكون من المناضلين والمناضلات. أذكر منهن كل من المناضلة جمعة عمر، والمناضلة نسريت كرار، والمناضلة مريم ملكين، والمناضلة فاطمة حسين، والمناضلة ستنا سعد، والمناضلة سعدية تسفو، والأخيرة كانت قد ساهمت في عملية تصفية إحدى العملاء في مدينة كرن. هذه الدورة كانت قد شملت مجموعة أخرى من المناضلات، ولكن لم يستحضرني أسماءهن. هذه الكوكبة من المناضلات كنا فيما بعد ضمن طاقم أول عيادة مركزية للثورة في منطقة هواشيت، بعد أن اتخذت الجبهة قرارا بتوطين العلاج في الميدان بدلا من السودان. هنا يذكر التاريخ المناضلة بخيتة عبد الله، والتي لم يرد اسمها ضمن طاقم الموجه للميدان، مما أصابها بحالة من الحزن والاكتئاب، فكان إن اتخذ زوجها الشهيد بأشميل قرارا بالحاقها برفيقاتها. ونستطيع أن نقول بأن هذه الكوكبة كانت هي المجموعة الأولى التي التحقت بالثورة عن طريق الانخراط الفعلي في صفوف المقاتلين في الميدان. وفي مرحلة السبعينيات، والتي شهدت تدفقا هائلا من المناضلين والمناضلات، وأصبح الوجود النسائي أكثر بروزا وحضورا، فكانت إن أصبحت المرأة في بلادي تزاحم الرجال في سكنات واقتحام خنادق الأعداء. ومن رموز هذه المرحلة الشهيدة ألم مسفن، والتي تعتبر أول شهيدة في تاريخ الثورة الإريترية تستشهد في الميدان. وأيضا هذه المرحلة شهدت حركات نسوية منظمة ومدروسة، أفرز تأسيس أول اتحاد نسائي الذي سبقت فيه المرأة الإريترية الكثير من دول المنطقة ذات السيادة الوطنية. وكان من رموز هذه المرحلة كل من السيدة المناضلة آمنة ملكين، والشهيدة زينب محمد موسى، والسيدة زهراء جابر وأخريات. كان لتأسيس هذه الاتحاد صرح دورا كبيرا في زيادة تحضير المرأة ورفع مستوى وعيها السياسي وتنظيم دورها في النضال بشكل علمي ومنهج. ونحن إذ نذكر دور المرأة في بلادي نتحدث عن المرأة بشكل عام بغض النظر عن انتمائها التنظيمي. حينها يذكر ذكر تاريخنا الكثير من النساء في تنظيمات الثورة، مثال المناضلة
آمنة هوا، وهي من نفس جيل المناضلة نسريد كرار والمناضلة فاطمة محموداي. أيضا يذكر تاريخ السيدة المناضلة الشاعرة الأم زينب ياسين في الجبهة الشعبية، والمقاتلة الشهيدة إيراب، والكثيرات من أمثالهن، وهذا على سبيل المثال لا للحصر. وفي كل مرحلة والمرأة الإريترية تتقدم الصفوف إلى أن وصلت إلى ذروة المشاركة الفعالة، حتى أصبح لها دورا كبيرا في كل مفاصل الثورة بما في ذلك العمل العسكري، وقدمت أرتالا من الشهيدات في معارك التحرير، ووصل بعدهن إلى مستوى القيادات. إلى هنا نتوقف بكم، وسوف نواصل من حين إلى آخر من مواضيع تخص المرأة الإريترية إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتقديري من إذاعة صوت الوفاق الإريترية. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا أنت يا ضحية الحروب. لا زلت بين أضلعي نارا، وفي دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كدمعة جديدة، وفي شعاع الشمس لونا زاهيا يسطع في تلالنا البعيدة. لا زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة، من أجل عينيك الحزينتين يا حبيبتي سيطلع النهار، من أجل أطفالك يا مدينة الصغار، من أجل أيتام بلاد الطاهرة النازلين خلف أسوار الحدود في خيام الذل والهوان. إريتريا يا وجعا يجول في صدورنا، يا شجرا ينبت في قلوبنا، يا مطرا يهطل من جفوننا، يا أجمل المعذبات في معسكر اللصوص القتلة. عصفورة أنت أراك بين قطاع الطرق، لكنني ما دام لي فيك دم وخنجر ونار وطلقة وبندقية ورأس حربة وثار، ما دام لي فيك شعاع مئذنة ومشتل ومرقد ودار، ما دام لي مستقبل فإنني أعود مثل طلعة النهار. أعود يا حبيبتي وفي يد السلاح، ومثل أمواج البحار يصعد الكفاح. وحين تستفزني مذلتي في وطن السليب، وحينما أشعر أني فارس مسمر في خشب الصليب، أكون يا إريتريا كأي نسر ثائر غضوب. وعندما أحمل بندقية أشعر يا إريتريا بعزتي، أشعر أني سيد في بلدي. وحينما يسوقني الكلاب للمقاصل، وحينما تهطل فوق جسد السياط كالقنابل، أحس يا إريتريا بأنني فجر وتاريخ وشمس وغد وسنبلة. وحينما أكون في القيود تشعرني إرادتي بأن أصير لغما يحطم الحصون والسدود، وأن أصير عاصفة تجتاح من تدفقوا من خارج الحدود. وعندما أموت يا إريتريا بين يديك ثم أحيا مرة ثانية وأعرف الطريق، وحين يستقبلني الربيع بالورود والتحية تشعرني سعادتي بحاجة لأن أكون نار بندقية. إريتريا إريتريا يا جرحنا الراقد في عيوننا، يا وجع الرجال لا تحزني يا زهرة الجبال، من المحيط للخليج كلنا فداك، فقاومي وقاومي وقاومي، غدا يطل الفجر في ذراك، وينزل السلام كالمطر، وتنبت الورود والسنابل الخضراء والشجر، وتنبت الورود والسنابل الخضراء والشجر. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب،
من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. لازلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة. لازلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة. وفي ظلال أعينك شمعة جديدة. لازلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.